كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. يلا بينا بقى نعمل أكلاتنا الحلوة. أكلة الشعب المصري بقى اللي هي ما بتاخدش ساعة زمن في المطبخ. لو صحيتي متأخر كده ومش عارفة تعملي فطار ايه، يلا في ثواني هتعملي الفطار في ساعة زمن وهيكون كل حاجة جاهزة معاكي. أول حاجة هبدأ بيها الفراخ عشان الشوربة بتاعتها نسوي بيها الأكل. كان عندي فرخة حلوة كده فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة كده جبت بصلاية وهبشرها معاكم دلوقتي زي ما انتم شايفين. وهنعمل كده حاجة حلوة كده للفرخة، هتخلّي ريحة الشوربة حلوة أوي. هابدأ بالفرخة عشان الفرخة هي اللي هاسوّي عليها بقية الأكل بتاعي. فبشرت البصلاية وهاجيب شوية ملح وشوية فلفل أسود وهادعك بيهم البصلاية دلوقتي. عشان هاسوي الفرخة. كنت حاطة طبعًا مَيّة على النار، لو أنتِ عايزة تشوّحي الفرخة ما فيش مشكلة، بس أنا كنت مستعجلة وكنت عايزة أخلّص الأكل بسرعة. نزلت بشوية ملح وزي ما أنا قُلت لكم نزلت كمان بشوية من الفلفل الأسود. وبعد كده يا بنات هادعك دي كلّه كده بإيدي وهامسك بقى الفرخة من فوق ومن تحت ومن تحت الجلد ومن قلبها. وبعد كده هاقوم جاية حاطاها على طول في قلب الشوربة هتكون غليت. وهنحضّر بقى اللي هي النكهات الحلوة اللي بتخلّي الشوربة ريحتها حلوة، أو تخلّيناش في الفراخ ريحة زفارة. وطبعًا أهم حاجة غسيل الفراخ ونقعها، وشيل أي مكان فيها بيعمل زفارة عشان الشوربة بتاعتنا تبقى نكهتها حلوة وتدّي ريحة حلوة للأكل. عملت كده زي ما أنتم شايفين زي ما بيقولوا مساج للفرخة من جوّه ومن برّه، وضبّطتها خالص يا بنات. هابدأ دلوقتي بقى إن أنا أسلقها. حضّرت طبعًا ورق لوري وحبهان، وحضّرت كمان طماطماية وبصلاية، وهاحضّر كمان شوية من الفلفل الأسود. وطبعًا لمّا الفرخة تغلى غلوتين كده هاحدّقها، أنا مش باحب أحدّقها في أول لمّا بانزّلها الشوربة. يالّا بقى جمّعنا كده شوية خضار حلوين كده من التلاجة، ويالّا بينا بقى إيه نعمل صينية بطاطس. أول حاجة طبعًا الأكلة دي ما دام فيها ملوخية وصينية بطاطس يبقى لازم البتنجان المخلل، ما ينفعش الأكلة دي من غير البتنجان المخلل. وفعلًا من الأكلات الحلوة اللي ما بتاخدش وقت، في ثواني لو كل حاجة عندِك على البوتاجاز مش هتاخد معاكِ ساعة زمن وهتلاقي نفسِك إيه، مخلّصة. نضّفت كده البتنجان زي ما أنتم شايفين وهابدأ إن أنا أعمله مخلل. وهانضّف بقى البطاطس وهاحضّر صينية البطاطس بتاعتي. يعني اللي كان متوفّر عندي عملته، أنجزت يعني وأي حاجة موجودة بدأت إن أنا كده إيه، أعملها. طبعًا البتنجان هيعوز ليمون، فأنا جِبت كده ليمونة. وهابدأ إن أنا بقى إيه، أقشّر البطاطس، أنضّف الخضار بتاعي عشان أجهّز صينية البطاطس، بحيث يا بنات إن لمّا الشوربة تغلي لها غلوتين أقدر إن أنا أزوّد صينية البطاطس وأسوّيها. وأعمل بقى شوية الملوخية اللي أنتم شُفتوها في أول الفيديو دي، يعني حاجة كده رائعة تفتح النِفس. قُلت أشوّقكم كده بطشة الملوخية بتاعتي. طبعًا كل اللي بياكل الملوخية من إيدي بيعشقها، يعني أنا فعلًا باعمل ملوخية ناشفة أو ملوخية خضرا بتطلع حلوة جدًا. بدأت كده إن أنا أقشّر البطاطس زي ما أنتم شايفين. ولو أنتِ معايا لحد دلوقتي ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان وجودِك هيسعدني جدًا. وكمان تعليق حلو هيفرق معايا أوي، أوي. بدأت كده زي ما أنتم شايفين إن أنا أقشّر البطاطس. وهابدأ بقى إن أنا أحضّر البطاطس. صينية البطاطس أنا باعمل فيها تركاية كده بتفرق جدًا في طعمها. قطّعت كده طماطماية، وقطّعت بصلاية، قطّعت نُص قرن فلفل. هانزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي هي إيه، عبارة عن ملح وكمون وعبارة عن شوية من الفلفل الأسود، وكمان شوية توابل كده مشكّلة. وهانزل كمان بمكعب من المرقة. باحب أوي أدعك الخضار ده كلّه في بعضه قبل لمّا بانزل بالبطاطس. فعلًا لمّا بتدعكي الخضار ده كلّه كده مع بعضيه بيفرق معاكِ جدًا، جدًا في صينية البطاطس. أنا ما باعرفش أعمل صينية البطاطس كلّها ني في ني وأحط التوابل وأقلّب، لأ لازم أدعك شوية الخضار دول في الأول كده مع بعض. وبعد كده يا بنات أبدأ إن أنا أقطّع البطاطس بتاعتي، بتفرق جدًا، جدًا. وبعد كده بقى طماطماية في الآخر مع بصلاية في الآخر مع القرن الفلفل. بس لازم الطماطماية بتاعة الأول دي والبصلاية وقرن فلفل أو نُص قرن فلفل، مش لازم قرن فلفل كامل. وبعد كده بقى أقلّب البطاطس كلّها مع بعض. هنحط مكعب مرقة بعد ما نضبط بقى التوابل والملح بتاعنا والحاجات دي. هنحط برضو معانا مكعب مرقة. وبعد كده بقى نعمل ايه الشكل النهائي بتاع صينية البطاطس اللي هي بقى الطماطمية اللي على الوش والبصلاية اللي على الوش وقرن الفلفل اللي على الوش. ده هيفرق معاكي جدا جدا في صينية البطاطس. شايفين؟ هاحط بقى مكعب المرقة ويالّا بقى نزوّدها شوية الشوربة ونحطها على النار. عندِك زبدة حُطّي، عندِك سمنة بلدي حُطّي، عندِك سمنة عادية حُطّي، مش هتفرق. يالّا بقى نعمل خلطة البتنجان. إحنا دلوقتي في الوقت ده بنقلي البتنجان، يعني كُلّه كده شغّال ورا بعضه. يعني أمّا أنتِ تخشّي المطبخ بتاعِك انجزي، وبالذات لمّا يكون الوقت متأخّر عليكِ هتلاقي مليون حاجة تعمليها. يعني في ثواني كده هتلمّي الدنيا حواليكِ. حطيت شوية ملح مع التوم وحطيت كمان شوية من الكمون. هابدأ إن أنا أدُقّه. وبعد كده حطيت عليه بشرت عليه طماطماية، حطيت عليه شوية من الخل وهاعصر عليه نُص ليمونة. وباحب أحط عليه برضه ليمون في الآخر بعد لمّا باخلّله. أنا من الناس اللي باحب أخلّي الأول بتنجان في علبة.
يعني باحب أحطه في العلبة وأقفل عليه كده زي ما أنتم شايفين. هابدأ طبعًا إن أنا أخلّي البتنجان فزي ما أنا قُلت لكم أنجزت وعملت كذا حاجة في وقت واحد، والأكلة كلّها خلصت وهتشوفوا شكلها دلوقتي كانت تحفة. كده ما بقاش عندي غير بس إن أنا هاعمل الملوخية وهاعمل شوية الرز بالشعرية، ويبقى كده الأكل بتاعي كلّه تمام وخلص، وكمان قليت فلفل كده زي ما أنتم شايفين. فبدأت بقى إن أنا برضه أحطه كده في العلبة وأنزل عليه بالدقة أو التخليل بتاع البتنجان. وزي ما أنا قُلت لكم برضه باحب أعصر عليه ليمون مع الخل، بيخلّي طعم البتنجان جميل. يعني بتنجان المخلل ده جنب الأكلة دي فعلًا العشق يا بنات. هانزل بقى بالليمون كده زي ما أنتم شايفين وهاغطّي عليه وهاسيبه. وهنعمل بقى كمان شوية الملوخية وهنعمل شوية الرز، وإحنا بكده هنكون خلّصنا الغدا بتاعنا. الفرخة بتاعتي اتسلقت وبقت تمام. هاطلّعها بقى عشان هنحمّرها مع بعض كده في الزيت تحميرة حلوة. هي كده خلاص استوت يعني خلاص. هاحط دلوقتي بقى هازوّد صينية البطاطس كمان عشان تستوي، ويبقى إحنا كده خلّصنا الأكل بتاعنا ما خدش مننا أي حاجة. هاعمل دلوقتي التومة بتاعة الملوخية علشان هنعمل برضه الملوخية زي ما أنا قُلت لكم. حطيت كده شوية من الملح، وهاحط كمان شوية من الفلفل الأسود، وندق بقى التوم. يعني أنا باحب الهون بتاعي وهو صغير كده، بس أنا باحبه أوي. يعني مش هاعمل كَبّة على كام فص توم والحاجات اللي أنتم شايفينها دي. الفرخة بتاعتي رشيت عليها ملح وفلفل أسود كتير وهاحمّرها في الزيت. يعني أنا باحب برضه أرُش عليها ملح وفلفل أسود وأحمّرها في الزيت. الرز بتاعي طالع شوية رز بالشعرية مفرفرين كده حبّاية من حبّاية، حاجة كده تفتح النِفس وهم يا بنات. وحمّرنا الفرخة واتحمّرت تحميرة يعني تتاكل أكل. خلّصنا البتنجان المخلل بتاعنا، وده كان النهارده الغدا بتاعنا، أو النهارده ده كان أكلنا. طبعًا الفيديو ده متصوّر قبل رمضان بكتير، وكنت ناسياه عندي على التليفون. بس قُلت إيه يعني فكرة حلوة لو أنتِ صحيتِ من النوم متأخر ومش عارفة تعملي فطار إيه، خدي مني فكرة ونفّذي بكرة. وطبعًا دي أكلة الشعب المصري الشهيرة المعروفة، اللي هي صينية البطاطس والملوخية الخضرا، البتنجان المخلل، الرز بالشعرية، والفراخ المحمرة. ده كان يومي معاكم النهارده، وأتمنى الفيديو يعجبِك. لو عجبِك ما تنسيش تعملي لايك واشتراك، ونفّذي الفكرة في رمضان. طعمها بيكون حلو وبنشتاق للطبيخ برضه، مش كلّه هيبقى صواني. مع السلامة.